فاحنا حرفيا مع ربنا سبحانه وتعالى الفتره دي بقينا عشان كده وصلنا للعك اللي احنا فيه دلوقتي. تبقى ماشيه بكروب توب عادي جدا، حد زي اخويا كلنا بنغلط، اكيد ربنا مش هيدخلني النار. ده السبب اللي خلى ربنا سبحانه وتعالى يحرم الاختلاط ما بين الولد والبنت. رب ارجعوني يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. شخص عايز يقرب من ربنا وعايز يبدأ بالصلاة، ازاي ينتظم فيها؟ لان دي بتبقى اصعب حاجة. مش سهل ان انا اتوفق في ان انا التزم في الصلاه الا لو انا بعمل حاجات معينه. مش هنعرف نلتزم في الصح الا لو ضحينا الاول بده. هل ينفع الواحد يظبط جسمه او يعمل فورمه مثلا الا بمقومات كامله، اكل كويس، نوم كويس، حاجات؟ لو حاجه منهم وقعت هل هيعرف يلتزم في تمرين؟ اول خطوه للقرب من ربنا مش الالتزام في الصلاه، اول خطوه ان احنا نمنتج الذنوب. ليه؟ الانسان عنده حاجه اسمها قوه ايمان، ده الدرع بتاعه اللي بيحميه وبيخليه قادر ان هو يعمل اي حاجه. الشيطان بيشتغل على ان هو يضعفها. كل ما الانسان قوه ايمانه ضعفت كل ما هو ما بقاش قادر يعمل طاعه، ما بقاش قادر يلتزم فيها، والذنوب عنده بقت كتيره جدا. فاول خطوه ان احنا نقلل الذنوب. تاني حاجه هنلاقي نفسنا اول فرض مع بعضنا، يعني مش هقول لك الفجر لان بيبقى صعب على الاغلبيه، بس سمعت الظهر اذن احاول يبقى في جلد ذات شويه، عصر اذن هقوم اتوضى، احط نفسي في الامر الواقع. مش مهم طب ازاي انت عامل ذنب لا صليت ظهر ولا صليت عصر، هتيجي تصلي المغرب ازاي؟ لا صلي المغرب، صلي المغرب احسن من ما فيش. ولو تقرب الي عبدي بشبر تقربت منه ذراع. وخلي بالك الشيطان بيمشي مع الانسان بنفس السيناريو. ازاي نوقع واحد قوه ايمانه كويسه؟ اكيد مش هروح اقول له اقتل، بس هيقول لك ايه؟ مثلا بنت جارتك الغلبانه اللي انت بتشوفها بترجع بالليل، انت عارف اخوها راجل محترم، اقف اديها كلمتين. يروح رايح هو نيته ايه؟ خير، بس الشيطان مهيئها لسيناريو تاني هو ما يعرفش عنه حاجه. فتبدا من اول الخطوه الصغيره دي اللي اصلا هي باين ان هي خير، سيناريو تاني خالص يخش فيه ملوش علاقه خالص بنيه الخير. فنفس الفكره في الطاعه، يعني تحاول تشتغل بنفس التكنيك بتاع الشيطان عشان تعرف تقرب، لان هو بيبعدك بنفس الطريقه. كل خطط الشيطان بنسبه 99% بتبدا بالخير. ما تصدقنيش، يعني ممكن ما تصدقنيش لو قلت لك حاجه زي كده، واجيب لك اكبر دليل. انت لو جات لك فكره وحشه في دماغك او حاجه غلط هتعملها؟ لا. لكن ايه اللي انت مش هتفكر فيه؟ خير. لو فكره حلوه فالشيطان هيخش لك بفكره وحشه ازاي؟ هيستغل الجزء الحلو اللي جواك وهو مرتب سيناريو ازرق بعديها. انا لسه كنت بتكلم مع واحد صاحبي النهارده، قلت له فكر مليون مره قبل ما تاخد الخطوه الحلوه والخير، لان احيانا بتبقى صورتها خير لكن هي زي الزفت. زي اول حاجة ان انا ابعد عن يعني انت بتتكلم في ان الشيطان بيخش من حاجة اصلا مش واخد بالك منها اصلا ولا هتاخد بالك منها. يعني عايزه بيئه مفتحه شويه للشيطان. انا لو جبت واحد ابن شارع زي ما بيقولوا وابن سوق وقعدت وسط ناس، الناس دي في منها نصابين، فاول 10 دقائق هيلمحهم. ده انا بقى صاحبت الشخص ده، مع الوقت هل حد هيعرف ينصب عليا؟ لا. ليه؟ لان اتاثرت بوجود في اشخاص ملتزمين بيبقوا مفتحين لده. انا بقعد مع والدي بيقعد يكلمني في حاجه زي كده، يقعد يقول لي خطط الشيطان كامله، يقول لي خلي بالك، وحرفيا دي دراسه، دي واضحه جدا. ده انا اول مرة اعرف المعلومة دي الصراحة، ان ممكن يخش لك من حاجة انت اصلا متخيلش ان هي اللي انت بتتكلم فيه ده. حاسس ان هو صعب خالص. هرجع اقول لك تاني، احنا اللي بنحدد صعوبته بالبيئه اللي حوالينا، واحنا اللي بنحدد سهولته. يعني بنبقى مولودين في بيئه معينه، بتلاقي اصحابنا من بيئه تانية خالص عشان احنا حابين ده. فكل واحد بيسعى لحاجه معينه او بيسعى لبيئه معينه بيوصل لها. وانا ما بقولكش صاحب ناس قفل، ولا بقول لك صاحب ناس يعني مش، لا خالص. خلي دايما ليك صاحب عنده حسابات وعنده فكره طب ربنا، عنده فكره مش هينفع عامل حساب دايما الاخره وبيتكلم عن ربنا معاك. لكن احنا قعدتنا دلوقتي ايه؟ قاعده حتى ما بيبقاش ليها لازمه في الدنيا ان احنا نستفيد مع بعض او من بعض دنيويا. ممكن تلاقي اصلا القعده ما بقاش حتى ليها لازمه في دي، فلا دنيا ولا اخره. احنا بنعمل ايه؟ هي دي الفكره. حياتنا محتاجه هندله وريفريش من اول وجديد. ازاي الشخص يزود قوة ايمانه؟ الايمان بيزيد بالطاعه وبينقص بالمعصيه. بالونه دي مليانه ميه مثلا، ويروح خارم البالونه خرم، تسرب. لو انا جبت لزقه وحطيتها هيتحافظ على الجزء اللي في البالونه، صح؟ لو فضلت اخرم في البالونه تفضل تنزل لحد ما تصفى. القلب شبه كده بالظبط، والميه اللي جوه البالونه ده نسبه الايمان اللي جواك. نسبه الايمان دي زادت بايه؟ بالطاعات، بالصلاه، بالقرب من ربنا على قد ما تقدر. بيجي الشيطان باغنيه، بمكالمه مع بنت، بخروجه، بنزولات، تحت اي مسمى بقى. ابسط الذنب بالنسبة للناس دلوقتي دي تعتبر بالنسبه لنا فور فن، يعني دي تعتبر سيئات اساسا. اقسم بالله في ناس انا ببقى عايز اتكلم معاها في حاجه زي كده ببقى احرج. انا ببقى حاسس ان انا محطوط في موقف وحش من كتر ما هي منتشره، بقت لوجيك. يعني تقريبا اللي بيتشاف غلط انا اللي بيتشاف غلط انا مش هم. أيوة. يعني احنا، يعني انا ببقى عايز مثلا شايف واحده مثلا بتهزر مع شاب او حاجه انا معلمه فيها، عايز اكلمها اقول لها بلاش او كده. واحده زي كده وصل لها ازاي ان انت سلام على ابن عمك او ابن خالتك ده حرام؟ راجعي معقد، فاهم غلط،
انا ما فيش في نيتي حاجه، فانت عشان انت كده فانت مفكر الناس كلها كده. هي الفكره في حدود ربنا حطها لنا، مش فكره انا بفكر ازاي ولا نيتي ايه. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ده من اكبر مداخل الشيطان. هي اصلا تقريبا رقم واحد دلوقتي المداخل الشيطان الطريقه دي، ان انا اغير نيه اللي جوايا. طب والله تصدق بالله ما بيكملوش مع بعض فتره بسيطه وبتلاقي النيه اتغيرت. ده انا بهزر معاه، ده زميلي، ده مش عارف ايه، ما فيش حاجه، دي زميلتي، ما فيش في نيتنا حاجه، احنا بنتعامل كاخوات. ديهم شهرين. فشفت الشيطان خدنا منين لفين. ده السبب اللي خلى ربنا سبحانه وتعالى يحرم التواصل او التعامل والاختلاط ما بين الولد والبنت. هو بياخد معاك خطوه صغيره قد كده وبيقعد يضحك عليك، يعني بمعنى صح الشيطان مشير وسطنا الفتره دي شويه مصطلحات نضحك بيها على نفسنا لما نيجي نحط نفسنا في غلط. من ضمنها انا مش في نيتي حاجه، من ضمنها ده زي اخويا، ده زي اختي. يا عم كلنا بنغلط، هغلط واتوب، مفيش حد ما بيغلطش، وانا كده كده ناوي ان انا اتغير، فاقضيها الفتره دي. هات لي الريسيت تخلص. اللي قايل لك ان انت هتعيش بعد الفتره دي، هات لي الريسيت. وبعدين انت بتتعامل يعني ايه؟ مثلا انا يبقى ليا مع فريق التشبيه لله المثل الاعلى، يبقى ليا واحد صاحبي اقول له انا هاثر معاك الفتره دي واتعامل معاك وحش، وكده كده على شهر 8 طريقتي هتبقى حلوه، او على شهر 9 مثلا. وسبحان الله على النقيض هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى رحمته معانا مختلفه تماما، يديك فرصه ويطول في اجلك لو هتموت، وممكن يموتك على حسن خاتمه بنيتك اللذيذه دي. يعني هو الموضوع سهل، هو صعوبته في ان انت بتحارب حاجات جواك او بتقاوم نفسك او الاثنين. بحارب حاجات جوايا وحاجات حواليا انا حطيت نفسي فيها. لو انا واحد شغلي كله بنات وشغال بقالي سنين في الشغل ده، او دراستي كلها بنات او بضطر ان انا ابقى فيها ميوزك، او شغال في اماكن مثلا فيها حاجات ربنا سبحانه وتعالى نهى عنها، وقررت ان انا اقرب من ربنا، هلاقيها بعيده قوي. ليه؟ لان هضطر اتخلى عن شغلي وكاريري، وهضطر ان انا اغير حياتي كلها. ليه؟ لان انا اللي حطيت نفسي في كل ده. يعمل ايه بقى؟ يبدا واحده واحده، ولازم يبقى فاهم ان انت زي ما انت بعدت قوي كده، لا لازم تقرب قوي، والا كمل زي ما انت وقضي لك ال 50 60 سنه اللي انت عايشهم، ويا رب تكون امنت مستقبلك بجد. يعني يا رب التضحيه اللي انت ضحيتها برضا ربنا تكون فعلا امنت لك مستقبلك ده اللي هو 60 سنه. الناس دلوقتي بقت معتمده تقريبا بنسبه كبيره على رحمه ربنا، وناسين ان رحمه ربنا دي ليها شروط. او لما تيجي تعاتب حد هيقول لك لا ده ربنا سبحانه وتعالى رحيم، ده اكيد ربنا مش هيدخلني النار. ده هتلاقيه اول حاجه مش قارئ كتير في الدين خالص، فهو مش عارف هو بيقول ايه. لو قرأ هيلاقي نفسه بعيد قوي وهيخاف على نفسه. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. انا بشوف الشورتس والفيديوهات بتاعت الانستجرام اللي طالعه، اللي بيساله بيقول له الاسئله اللي عن الانبياء، اسماء الانبياء اللي بتتقال. انت اكيد عدى عليك الفيديوهات دي. احنا فين؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. في شيخ تاني ممكن تقلده او حاجه؟ انت معاك بفضل الله فوق ال 50 شيخ عندنا. انت بتحب تسمع مين؟ اكتر حد بحب اسمعه مشاري راشد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. شايف الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ او لو انت في حياتك وانا في حياتي حد بيهلس وبيهزر وبيخرج وبيغلط وصحاب، لكن من وقت للتاني بينكم نص ساعه كده بتتكلموا بتتناقشوا في حوارات زي كده على مدار الشهر، هل اوله انت هتبقى على نفس الوضع في اخره؟ هيفرق كتير. كفايه ضميرك اللي هيصحى بس. خلاص عايزك تختم بقى بانشوده او نشيد. همت بظبي جفيلا كالبدر لما اكتملا ليس له من شبه فقد لالا وحالا إذا سألت وصله جاوبني بلا ولا يا ليت لو جاوبني علابيا قال هلا معذب من هجره
أشكو بعادا وقالا روحي به هائمة منه فقدت الأمل في حبه لي قصة غدت لغيري مثالا. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك عالمي يعني. بس خلاص، عايز تقول اي حاجه تاني؟ انا اتبسطت بوجودي معاكم، وربنا سبحانه وتعالى يوفقكم في اختياركم، لان احنا نضيف محتوى هادف بعيدا عن المحتوى الكوميدي وبعيدا عن محتوى الفور فن، ان احنا نضيف حاجه نصحصح بيها نفسنا قبل ما نصحصح بيها الناس. دي حقيقة. يعني استمروا في حاجه زي كده، وربنا سبحانه وتعالى يوفقكم ومنها للاعلى ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك تاني. حبيبي اتشرفت بيك والله. حبيبي.